هذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأيام حقيقة، ومن أسعدها أن أكون هنا وسط هذه الحشود الهائلة التي تقف لساعات في هذا الجو البارد من أجل أن توصل صوتها إلى فلسطين وإلى الشعب الفلسطيني المجاهد، وتوصل صوتها إلى الذين يريدون أن يسرقوا فلسطين ويسرقوا القدس من أهلها ومن المسلمين. هذه المظاهرة لها تأثير كبير حقيقة، ونحن كشعب فلسطيني نتطلع إلى كل الشعوب المسلمة إلى أن يحذو حذو الشعب هنا في ديار بكر والشعب في كل أنحاء تركيا، هذه البلاد الطيبة العظيمة التي تقف اليوم في الميادين في ديار بكر، في اسكشهير، في اسطنبول. نتطلع إلى أن الشعوب العربية والإسلامية كلها أيضا تهب الآن من أجل الدفاع عن الأقصى، من أجل الدفاع عن القدس، من أجل الدفاع عن فلسطين أمام هذه الجريمة الكبرى التي يحيكها ترامب ويحيكها نتنياهو بتكريس اغتصاب فلسطين وبنزع روح الأمة الإسلامية القدس من جسمها وليعطوها لهذا المجرم نتنياهو. التحية، كل التحية لأهلنا ولشعبنا ولإخواننا في ديار بكر وتركيا العظيمة، التحية لكل الأمة الإسلامية، ونحن على العهد باقون، وإن شاء الله لن نخذل أمتنا، وسنظل صامدين على أرضنا فلسطين حتى يأتي التحرير، والتحرير قريب قريب بإذن الله. اليوم ينتفض المسلمون في مواجهة صفقة القرن من أجل التعبير عن أن الأمة صفا واحدا في مواجهة هذه الصفقة من أجل إسقاط هذه الصفقة المؤامرة لإنهاء القضية الفلسطينية، إسقاط هذه الصفقة التي تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية، التي تهدف إلى بيع فلسطين. ونقول أن فلسطين ليست للبيع والقدس ليست للبيع، والأمة تعبر هنا في ديار بكر وفي كل مكان، والشعب الفلسطيني يعبر ويرسل رسالة أنه يقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني من أجل تحرير القدس ومن أجل تحرير فلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى. جئنا إلى هنا اليوم للمشاركة مع الشعب التركي في ديار بكر في هذه الفعالية الكبيرة العظيمة، من أجل أن نقول لترامب ونتنياهو أنه لا صفقة للقرن، بل هي جريمة لهذا القرن، ولن تمر هذه الجريمة وسوف تحاسبون عليها يوما من الأيام. جئنا لكي نقف مع شعب تركيا العظيم الذي قف هو ورئيس رجب طيب أردوغان اليوم في وجه هذا الصلف الصهيوني والصلف الأمريكي على مستوى العالم أجمع. ولن تحل قضية فلسطين إلا باجتماع الأمة الإسلامية كلها، لأن الله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في سورة الأنبياء، وفي سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع كلها، كل شعوبها رغم أنف حكامها الخونة الآن، يجتمعوا كلهم لكي يأتوا إلى القدس فتتحرر بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى.